السلام عليكم ورحمة الله. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى كلشي يكون بخير وعلى خير. فيديو جديد في نهار جديد. اليوم غادي نحضر معكم السلو او الصفوف المغربي. رمضان على الابواب، دابا كلشي كتلقاه كيوجد في هادشي ما شاء الله. غنبدا معكم شنو كاين عندي في المقادير. عندي هنا كيلو ونص ديال الدقيق اللي حمرته في الكوكوط، وعندي كيلو ديال الزنجلان محمر. هنا كي اللي طحنته مزيان، شويه ما طحنتوش، مهم درتو ما بين وبين. نقصت منه هنا ما مطحونش باش نزيدو في الخليط. عندي كيلو ديال اللوز اللي قليته في الزيت بارده وحمرته وطحنته. كذلك هو حيدت منه هاد شويه هذا باش حتى هو نزيدو. وعندي نص كيلو ديال الكاوكاو او الفول السوداني اللي هرمشته بحال هكا ما طحنتوش مزيان. وعندي 2 معالق ديال القرفه كبارين، 2 معالق ديال النافع، و2 معالق ديال حبه حلاوه. وعندي هنايا المسكه الحاره مدقوقه مع شويه السكر. وعندي هنا 300 غرام ديال السكر ثقيل او سكر كلاصي، على حسب الذوق. نشوف الحلاوه واش نقدر نزيد، نقدر نخليها هي هذيك، ما كيبغيش ليا هنا الحلاوه. وعندي هنايا الزيت اللي قليت فيه اللوز، 750 مليلتر ديال الزيت. ونبداو على بركه الله. وهنا غادا نبدا. هنايا جبت بانيو كبير هو اللي غادي ينفعني، كنت صايبته من قبل، درت بانيو صغير بقيت معذبه وهو ما نخدم مرتاحه. بسم الله. نزيد هنا الزنجلان، نزيد اللوز حتى هو خليت فيه شي حبات ما يكونوش مطحونين مزيان. نزيد هنا الكاوكاو، حبة حلاوة، القرفة والنافع زدتهم. نزيد هاد المسكة الحارة، وهنا غندير قبيصة ديال الملحة. بسم الله. خلطوا هاد النواجف كاملين. صافي. هنا بعد ما خلطت المكونات نزيد عليهم هاد اللوز هذا، نزيد هاد الزنجبيل، سكر كلاصي شويه بشويه.
الصراحه الواحد هو يخدم شي حاجه تكون تيسع بانيو كبير. دابا كنخدم مرتاحه، خدمته غير في الاول ديال الشهر، ما كانش عندي بانيو كبير عاد خديته. الصراحه كتخدمي مرتاحه. نزيد الزيت بشويه بشويه. صافي كنستمروا بهذه الطريقه هذه، كنديرو حتى يتجمع الخليط مزيان. فهمتك كوش بياس ها جات عندي بنتي عاد بغا كيبان لها تهضر. المهم نكملوا. الصراحه خصو الجلسه في الارض، الجلسه في الارض كتكون مزيانه، كتخدمي على راحتك. ولكن انا نجلس في الارض بنتي غتجي كتجري لعندي وما نخدم هكا. صافي كنبقاو ندلكوه بحال هكا حتى كيتجمع لينا. نزيدو الزيت الباقي. غنكملو هكا بالدليك حتى نجمع كلشي مزيان ونرجع معكم. وهذا هو الشكل النهائي، ذوقته هكا جا بحال شكل الشابو. المهم ها هو جا بصراحه زوين، وما نقول لكمش القوام ديالو رائع معلك. انا ما كنبغيش يدم يكون مزيان، المهم بينو وبين على هاد القوام هكا. داك اللي دام ما كيعجبنيش، ومع المده يكون ناشف شويه وكيبقى هو اصلا كيبقى يطلق الزيت شويه. انا هذا هو القوام اللي كيعجبني ديال السفوف، كيجي على هذا الشكل هكا. وصافي وصلنا لنهايه الفيديو. كنتمنى هذا الفيديو هذا يكون خفيف ظريف على قلوبكم، واذا عجبكم الفيديو بارطاجيوه مع الاصدقاء والاحباب ديالكم. واللي ما مشتركش في القناه، مرحبا والف مرحبا خوتي خواتاتي، اشتركوا في القناه،
فعلوا الجرس باش يوصلكم اي جديد ديالي، ونتمنى فيديوهاتي يكونوا خفاف على قلوبكم كاملين. وصافي هذا هو الفيديو ديال اليوم، ها هو كيف جا، ونتمنى تدوزوا بخير وعلى خير، وعواشركم مباركه للجميع، ويا ربي هاد الشهر الفضيل يدخلوا علينا بالصحه والسلامه يا ربي، لينا وللجميع. المهم بلا ما نطول عليكم، ها هو الشكل ديال السلو ديالنا او السفوف. الى فيديو لاحق ان شاء الله، تبقاو بالف خير، مع السلامه.